لا لا لا، تعالى بس كده قرب لي، لان تم الاعلان رسمي عن الايفون 16 اي، وده ايفون جديد هيتضاف لعائله الايفون 16. يا باشا انت هتاخد المعالج اللي موجود في الايفون 16، وهتاخد الديزاين بتاع الايفون 16 ما عدا الدايناميك ايلاند، وهتاخد الاكشن بوتن، وهتاخد الكاميرا 48 ميجا بكسل. من الحاجات القويه جدا بتاعت الموبايل ده انه هيكون بمعالج الاي 18 عشان يوفر لك تجربه سريعه وممتعه زي الايفون 16. معنى ان انت هتاخد معالج الاي 18 يعني موبايلك هيقدر يدعم الابل انتليجنس، يعني كل مميزات الذكاء الاصطناعي هتاخدها في الموبايل ده، مع تجربه الالعاب التقيله قوي بتاعت الايفون. عادي الموبايل ده هيستحملها عادي جدا، اللي طبعا هيكون اسرع حوالي 40% من الايفون اس اي جنريشن 3، واسرع 80% عن الايفون 11. والاول مره ابل تصنع المودم بتاعها اللي هيكون ملقب بسي 1. ومتخيل انت بقى يا صديقي اول مره حاجه تعملها ابل هتحطها في الموبايل ده، ودي حاجه هتوفر لك تجربه 5G سريعه جدا، وكمان تكلفه اقل لان ابل طبعا اللي عاملاها. وقالوا ان ده اكتر مودم هيوفر طاقه في الايفونات كلها، وان هم من جوه الموبايل غيروا تصميم الموبايل كليا، فده وفر مساحه للبطاريه، فده طبعا هيدي مساحه اكبر للبطاريه اللي هتكون تقدر تستخدمها في فيديو بلاي باك حوالي 26 ساعه، وده هيديك 12 ساعه زياده عن باقي اجهزه الايفون للتعامل بقى على السوشيال ميديا واستخدام تليفونك عموما يعني. ولما تعوز تشحن بقى الموبايل هتشحن الموبايل بكابل التايب سي اللي موجود عندك عادي في البيت، اللي موجود في كل الاجهزه خلاص، لان ابل اصبحت مجبره رسميا ان هي تعمل كل تليفوناتها بالسوكيت تايب سي. واكيد طبعا مع كل الامكانيات دي مش هينسوا الشحن الوايرلس، فاكيد الموبايل بيدعم شحن وايرلس برضه، واكيد المعالج ده هيدعم اي اس 18، فهتاخد كل التجربه الحلوه بتاعت اي اس 18 عادي تبقى عندك في الموبايل ده. واكيد طبعا الموبايل ده بالامكانيات دي هياخد ابل انتليجنس، يعني كل مزايا ابل انتليجنس اللي موجوده في الايفون 16 و16 برو ماكس والايفون 15 برو وبرو ماكس اللي مش موجوده الايفون 15 بالعادي، انت هتاخدها في الموبايل ده. كمان هتاخد زرار الاكشن بوتن اللي كان بيتميز في فئه ال 15 برو ماكس عن اي تليفون تاني، طبعا من 16 فيما اعلى يعني، بس ميزه زي كده هتاخدها في التليفون ده وهي اصلا مش موجوده في الايفون 15 العادي. الزرار اللي هيخليك تقدر تكستمايز اي حاجه على التليفون، فلاش بقى، كاميرا، ايا كان عايز تفتح ايه بالزرار ده، خلاص ما بقاش زرار ميوت بس. كمان الزرار ده هتقدر تستخدمه مع ابل انتليجنس، انك تدوس على الزرار ده يفتح لك الكاميرا وسيري تتفاعل معاك مع اللي هي شايفاه في الكاميرا. لو شايفه زرعه مثلا فتقول لك تاريخ الزرعه دي ايه ونوعها ايه والقصه دي كلها. من ناحيه الكاميرات بقى فهو ما فيهوش غير كاميرا واحده، والكاميرا دي بيكون السنسور بتاعها 48 ميجا بكسل، واللي طبعا صدقتني لما قلت لك ان هي كاميرا واحده وعينك شايف انها كاميرا واحده، بس هي الحقيقه مش كده. هما الحقيقه كاميرتين في كاميرا واحده. الكاميرا الاولى بتبقى 48 ميجا بكسل هتديك صور شارب وجميله جدا مع وايت بالانس وتفاصيل تحفه للكاميرا دي، والكاميرا الثانيه اللي هتكون جوه ابلكيشن الكاميرا اللي هتكون 2 اكس، والكاميرا دي في الاغلب هتصور لك 12 ميجا بكسل. كمان الموبايل هيكون فيه نظام البورتريه عادي ونظام النايت مود اللي موجود في كل التليفونات بتاعت الايفون. ومن ناحيه الفيديو في الكاميرا دي فهم قالوا ان الكاميرا هتقدر تصور لك لحد 4K، والكاميرا اللي قدام قعدوا يتكلموا ان هي هتاخد صور حلوه وان الريزوليوشن بتاعها يكون حلو، بس الحقيقه ما حددوش التفاصيل بالظبط قوي بتاعت الكاميرا اللي قدام. كمان الموبايل مش هيكون فيه الدايناميك ايلاند، هيكون فيه النوتش الطبيعيه اللي موجوده في السلسله القديمه بتاعت الايفون. وان الموبايل طبعا هيكون بيدعم نظام ال NFC اللي بيكون بيدفع بابل باي عادي. وقالوا ان ايفون 16 اي مصمم انه يكون مقاوم للغبار والميه وجاهز مع التعامل مع السيناريوهات كلها والقصص دي يعني. والشاشه بتاعته بتكون بحجم 6.1 انش، وبيكون كمان عليها طبقه حمايه سيراميك شيلد. وقالوا بسبب السيراميك شيلد ده ان الموبايل هيقدر لو وقع يقدر يتحمل صدمات اقوى 4 مرات من اي جهاز ايفون تاني. والفريم بقى بتاع الموبايل هيكون مصنوع من الالومنيوم مش التيتانيوم طبعا. الحاجه الغريبه بالنسبه لي ان الموبايل هيكون متوفر منه لونين بس، الابيض والاسود المطفي ده، بس قالوا ان انت عادي لو عايز تغير الالوان بقى تقدر تحط له كفر من الكفرات بتاعته. وقالوا كمان ان ايفون 16 اي هيكون بيدعم نظام الكراش ديتكشن اللي هيقدر يتصل بالطوارئ لا قدر الله لو حصل لك اي مشكله ولا حاجه، او الموبايل اتخبط كده يعني بيحس ان حصل حادثه او حاجه يقدر يتواصل مع الطوارئ. وايفون 16 اي هيكون بيدعم المكالمات حتى لو تليفونك ما فيهوش شبكه عن طريق القمر الصناعي. يعني انت كده يا صديقي معاك موبايل فيه 18 بيونيك وابل انتليجنس والكاميرا ال 48 ميجا بكسل اللي هي 2 في 1 وبطاريه اكبر عن النسخه اللي فاتت بتاعت الاس اي، والاول مره يتضاف في الابل ديزاين مودم لخدمه ال 5G. كل الامكانيات دي بقى في موبايل واحد. بس الحاجه اللي انا ما كنتش متوقعها ان الموبايل يكون ب $600. الحقيقه التسريبات كلها كانت بتقول ان الموبايل ده هيكون $500، وال $600 دول خلي بالك للنسخه ال 128،
يعني انت لو عايز 256 الموضوع هيبقى اغلى، 512 الموضوع اغلى. فانا شايف ان هو تسعير زياده سيكا. هتقدر بقى تعمل بري اوردر للموبايل ده من يوم الجمعه الجاي اللي هو تقريبا بعد بكره، والموبايل هيبقى افيلبل او تقدر خلاص تستلمه يوم 28/2. كده العيله اكتملت، والايفون 16 اي هيبتدي من $600، والايفون 16 العادي هيبتدي من $800، والايفون 16 برو هيبتدي من $1000. طبعا معظم الامكانيات دي كلها احنا كنا قايلينها في فيديو التسريبات. المهم ما تنساش تدعمني باللايك وشير وسبسكرايب في الجمل بتوعك يا صديقي. سلام.